السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. أحبكم في الله كثيرا. النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض المبكبكة بكفتة داوود باشا. فكرة رائعة ونتيجتها مبهرة، وإن شاء الله هتعملوها وتطلع روعة معاكم. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، خطيرة خطيرة خطيرة، والطعم روعة روعة روعة، والكفتة مستوية والمكرونة مستوية وكل حاجة زي الفل وجميلة قوي قوي قوي. هتعجبكم بإذن الله وهتعجب حبايبكم كلكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا كيس مكرونة وسط، يعني 300 جرام 400 جرام، ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعانا طماطم مضروبة في الخلاط، ومعانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وصوص الدمجلاس باودر وحبهان على ورق لورا مطحونين، وسكر وفلفل اسود وشوية كزبرة، ومعانا طبعا الزبدة والزيت، ومعانا البصلاية متوسطة مبشورة، والربع كيلو لحمة مفرومة زي ما قلنا، ومعانا كمان معلقة صلصة وفلفل رومي على حامي مضروبين، وطرف معلقة بيكنج باودر. دلوقتي هنبتدي نحط اللحمة المفرومة في طبق، وهنضيف لها بقى المكونات الجميلة دي كلها، بس جزء منها عشان الجزء التاني هنستخدمه بعد كده. هنشوف هنحط دلوقتي طرف معلقة بيكنج باودر، وهنحط معلقة الخل الكبيرة، وهنحط جزء من الفلفل الحامي على الرومي، والحامي حسب الرغبة، وكمان هنضيف جزء من البصل، بصلاية حلوة كده مبشورة، وشوية بقدونس هنضيفهم، وشوية توم، والتوابل بتاعتنا. من كل حاجة هنضيف جزء، من بابريكا جزء، ملح، سكر، كزبرة، حبهان على ورق لورا باودر، صوص الدمجلاس باودر، وبرضو شوية بهارات لحمة كده يطعموها ويخلوها روعة جدا. وهنعجنها كده مع بعض، وهنجيب الدقيق بقى وهنحطه في طبق ونفرده، وهنشكل الكفتة الجميلة بتاعتنا دي اللي من غير اي حاجة جميلة اصلا. هنعملها كور كده، نحاول نخلي الكور مقاس بعض. والمبكبكة دي أكلة ليبية طبعا معروفة، حبايبنا أهل ليبيا بيعملوها، مشهورين بيها، وبتتعمل باللحمة وبتتعمل بالفراخ. اهو شكلت الكفتة كلها، وهدحرجها في الدقيق كده كلها كده، هغلفها بالدقيق. تمام كده، واحدة واحدة مع بعض كده، وهتطلع هتنبهروا بالطعم. ما شاء الله ما شاء الله، زوجي واولادي عجبتهم خالص، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. دلوقتي هننفض بقى الكور من الدقيق، عشان طبعا الدقيق ما يتحرقش مننا في مع الزبدة والزيت واحنا بنحمرها او نشوحها كده، بنشوحها تشويحة، بنديها شخصية يعني. تمام كده، هننفض كل الكرات من الدقيق اهي، نفضتها كلها اهي. بتعفريها بالدقيق وبعد كده بتنفضيها. تمام كده، هنجيب بقى حلة او طاسة اللي عندك يعني، وهنضيف مكعبين الزبدة، وهنضيف عليهم الزيت النباتي حوالي ربع كوباية، وهنسيبهم يعني يسخنوا كده، وهنضيف على طول بقى كرات كفتة داوود باشا الجميلة بتاعتنا. لازم الزبدة والزيت يسخنوا شوية علشان الكفتة ما تلزقش منك
في الحلة او في الحاجة اللي انتي بتعملي فيها. تمام كده، وهنقلبها شوية شوية. ما شاء الله أكلة في حلة واحدة، يعني مش هتغيري الحلة او الطاسة اللي انت بتعمليها. خلاص انا طلعتها كده. في نفس الزبدة والزيت هضيف بقى ايه بقية المكونات، البصل والثوم والفلفل، وهنشوحهم كده شوية مع بعض. خلاص اتشوحوا. هنضيف بقى ايه الطماطم اللي مضروبة في الخلاط، وهنضيف الصلصة. الطماطم حوالي نص كيلو طماطم، والصلصة معلقة كبيرة هرمية. تمام كده. هنضيف دلوقتي ايه المكرونة الخواتم بتاعتنا، ويفضل تكون المكرونة خواتم، بس عايزة تعملي بأي مكرونة خلاص. وهتضيفي بقية التوابل كلها عليها، بس هي اصل الاكله بتتعمل بالمكرونه الخواتم. هنضيف بقى ايه دلوقتي كوبايه ميه، مج ميه. احنا ضفنا مع الطماطم وهي بتتضرب مج ميه، وده المج التاني. وبعد كده هنحط الكفته بتاعتنا ونقلبها تقليبه حلوه كده. اكله اقتصاديه وان شاء الله موفره ومشبعه جدا. دلوقتي ابتدت بقى تبقبق، هي تقريبا اسمها مبقبقة عشان بتبقبق يعني بنشوف المنظر ده، هي بتبقبق يعني بتغلي وبتتسبك، تبتدي تتسبك معانا عشان المكرونة مش مسلوقة. المكرونة بتتحط كده زي ما هي. تمام، وصلنا للنتيجة المطلوبة بتاعتنا اللي هتبهري بيها حبايبك كلهم. يا جمالها يا روعتها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجة خرافة خرافة وخطيرة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص كده هنطفي عليها. تمام كده، وهنغرفها بقى. هنجيب سيرفيس كده وهنغرفها فيه. شوفوا بقى الجمال والروعة دي، ما شاء الله. ولون الصلصة جميل، ما شاء الله ما شاء الله. اهي اتغرفت وبقت جميلة اهي. والكفتة ما شاء الله 1/4 كيلو كفتة، ما شاء الله تحس انه ايه كمية ما شاء الله. وهنعمل ايه كمان، هنجيب شوية بقدونس من اللي فاضلين معانا، وهنزين بيهم الطبق الجميل ده، ويبقى معانا احلى مبكبكة ليبي من ايد مصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. مع السلامة وإلى اللقاء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.